عندي هنا مقلة سخنتها من قبل سخونة، درت عليها تقريبا 4 ديال المعالق ديال زيت زيتون، ثومه 4 ديال السنينفات ديال الثومه، بصله، واحد البصله كبيره قطعتها كيف تشوفوا مقطعه غليظه سنانف. غنبقى نحرك نخلط البصله مع الثومه حتى تشحر شويه. النار عندنا متوسطه لان حنا ما بغيناهاش تحرق طيب وتبدل اللون ديالها، غير نص نص، غير نحسوا بها شويه بدات تشحر، دابت شويه هبطت، غنحبسو. غنخلي المقادير في صندوق الوصف بحال دايما. هذه لاصوص تجي ممتازه مع جميع انواع ديال المقارونيه، حتى مع السباغيتي تجي معها غزاله، تحمق ما تشبعوش منها. البصله هي دابا جات واجده طابت مزيان، هي هذيك. دابا غنضيف عليها 2 ديال المطيشات صغارين ولا وحده كبيره، قطعتها غير مربعات. نستمروا في التخليط بيناتهم، نخلطوهم مزيان مع بعضهم. دابا غنضيف عليها شويه ديال الملحه، معلقه صغيره، وشويه ديال الابزار. غير شويه ديال الابزار. غنكملوا نخلطوهم. العافيه مازال عندنا منقصه. دابا غنخوي هذا الخليط هذا في هاد الطنجره صغيره حيت خصنا نطحنوه. دابا غنطحنوه، غنخويوه هنايا وغنطحنوا هذه اللي غتكون عندنا لاصوص. غنطحنوا هاد لاصوص مزيان مزيان، تطحن مزيان، ما يبقى فيه حتى شي طريف، تجي ملينه كامله مطحونه مزيان. دابا طحنت مزيان، جات مطحونه. شتي من هذا ديال هكا خصها تكون تجي مطحونه. في نفس المقله انا غنكمل. غندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ديال البقر، نستناها شويه تذوب. معلقه كبيره ديال الزبده. غنضيف عليها معلقه حتى هي كبيره ديال لاصوص ديال المطيشه. انا هاد المقادير اللي عملتهم كاملين على 500 غرام ديال المقرونيه. الا درتو نتوما قل نقصوا، ولا درتو كتر غاد تزيدوا. معلقه كبيره ديال لاصوص ديال الفلفله. نعطيوهم شويه الوقت نخلطوهم حتى هما مزيان. غنخوي لاصوص اللي طحناها الاولانيه غنضيفوها على الفلفله، لاصوص ديال الفلفله وديال المطيشه، غير بشويه خلطوهم ورا العافيه مازال عندنا منقصه. الريحه ديالها طالعه غزاله هاد الشاي. غنزيد واحد المعلقه ديال الجبن، اي نوع ديال الجبن بغيت تستعمل. 200 غرام ديال الكريم فريش. خصهم يتخلطوا مزيان، الكريم فريش يدخل مع لاصوص. خلطوا مزيان. شويه ديال الحبق،
يعطي واحد المذاق مزيان مع لاصوص ديال المقرونيه الحباق دائما ولا الزعتر، بجوج بهم يجيو مزيونين. دابا لاصوص ديالنا واجده. انا سبق لي سلقت هنايا نص كيلو ديال المقرونيه، اي نوع د المقرونيه بغيت تستعمل نتينا، مسلوقه ومصفيه مزيان من الماء. مازالين شاعلين العافيه على لاصوص لان ما خصناش تبرد، ما تدخلش فيها ديك الساعات. هي تخلطت مزيان لاصوص مع المقرونيه والريحه ديالها غزاله ديال الحبق. اللي بغى يضيف الفرماج محكوك يضيفو، دابا انا ما بغيتش نعملو. ودابا صافي طفينا عليها الغاز وزينتها بواحد شويه ديال المعدنوس وهي جاهزه. المذاق ديالها غزال والريحه ديالها غزاله. نتمنى باش تكون عجبتكم الوصفه اليوم ان شاء الله وتجربوها، وشكرا والسلام عليكم.